أنا عندي سؤالي هو كلمة اتقالت، بس كلمة غريبة قوي. إتقان الكذب، إن أنت تصدق الكذبة بجد. يعني أنا كدبت كذبة، إحنا بشر مش ملايكة. أوقات كتيرة بيبان عليا إن أنا كدابة، بس هخرج من الحوار اللي أنا اتحطيت فيه. أي حاجة بقى، انتوا فاهمين قصدي. أكيد بنكذب، لكن في بني آدمين الكلمة دي اتقالت صح. انت لازم تصدق الكذبة اللي انت هتكذبها عشان تقدر تقنع البني ادم اللي قدامك بجد. يعني مش عايزة اقول لكم شابوه للناس ديت، بتبقى عارف ان هم كدابين بس صدقتهم. ازاي؟ ما تعرفش. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ انت عارف ان هي كذبة، وبتوصل لمرحلة ان انت خلاص صدقت. والبني ادمين دي بيبقوا محترفين قوي قوي في اي حوار. يعني انا قدامي البني ادم مثلا ده كذاب، والحوار قدامي كله على بعضه فاكس، لكن في لحظة من اللحظات انت فعلا صدقت البني ادم اللي قدامك، لان هو اتقن اللي هو يدخلك. انت كدبت عينك، وكدبت سمعك، وكدبت كل حاجة انت ممكن تتخيلها عشان هو كذاب. وعرف يوصل لك فكرة ان هو فعلا كان، لا انا مش كذاب، انا صادق. ده الحوار حصل واحد اتنين تلاتة، والحوار مش كده اصلا. بس فعلا الكلمة اللي اتقالت صح. عشان تعرف تسبق الكدبة ديت لازم تصدقها جدا. وبجد البني ادمين دول ربنا يعينهم على نفسهم بجد، لان هم بيقنعوا الناس بشتى الطرق ان الحقيقة مش كده. انتوا فاهمين انا عايزة اوصل لكم ايه؟ ربنا بجد ينقذكم، ينقذكم من الناس دي بجد. ولو قابلتوا حد في حياتكم قولوا لي، هستنى اجاباتكم بسرعة.